الحلو المغربي الأصيل أو صفوف رمضان بالطريقة المغربية، كله طاقة ومذاق، كيجي معلق ولذيذ ما تشبعوش منه. جربوه وردوا لي اخبار. سلام كبيدات، كديري؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة يا رب. الله يسهل عليا وعليكم ويرزقني ويرزقكم وييسر امري وامركم يا رحمن يا رحيم. المرحلة الأولى هي ناخذ الجزلان ونغسلوه، نحيدو منه جميع الشوائب ونشمشوه في السطح أو لا في البالكون، ومن بعد نحمروه سواء في الفران أو فوق البوضة، هي العافية تكون مهيلة. بالنسبة للوز كنحيدو ليه القشور ديالو تا هو كنبيتو حتى لغد ليه. ناخذ اللوز ونبداو نقليو فيه، نوضعوا اللوز في الزيت يكون دافي، من بعد نحركو حتى يتقلى ويتحمر، عاد نصفيو كله في الكسكاس. هاد الزيت اللي صفينا هو باش نخلطو السلو، غناخدو منه 2 كيسان. عندنا 4 ديال العناصر مهمه، الا ما صوبناهمش مزيان ما كيطلعش السلو مزيان: الجشلان واللوز والدقيق والزبده. ناخدو كاسرول نديرو فيها الزبده ونخليوها حتى تذوب، حتى كيتبدل اللون ديالها وتولي نوازيط، هذيك الساعه نحيدها فوق العافيه. والا بقى لنا الماء او الحليب في الزبده هو اللي كيخسر لينا سلو، خاص تكون الزبده ما فيها حتى نقطه الماء. ودابا ندوزو للمقادير. عندي كيلو ديال الججلان قسمته على 3، اون بارتي درتها مسحوقه واون بارتي خليتها مهرمشه، اون بارتي خليتها مهرمشه شويه. كذلك مثل بالنسبه للوز قسمته على 3، اون بارتي خليتها مهرمشه، اون بارتي سحقتها مزيان، اون بارتي خليتها بين وبين. معلقه نافع ومعلقه ديال حبه حلاوه مصهدين فوق البوطه مطحونين بجوج ومغربلين، 2 معالق ديال القرفه، 3 معالق ديال السكر كلاصي مغربل، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال الزبده مذوبه، شويه ديال الملح، شويه ديال الكوزه، 5 حبات ديال المسكه مطحونين مع شويه ديال السكر كلاصي. كيلو ديال الدقيق الابيض الممتاز حمرته في الفرن، وخاصك تردي البال معاه باش ما يتحرقش ليك، مره تحركيه حتى يتحمر، حيت الا تحرق كيعطيك واحد المراره في السلو وكيجيك سلو ما زوينش. ناخدو بول ونحطو فيه الدقيق ونزيدو عليه الججلان ونزيدو عليه اللوز ونضيفو ليه القرفه، 2 معالق حبه حلاوه والنافع، النسكه الحره، شويه ديال الملح، 3 معالق ديال السكر كلاصي، هاد البول جاني صغير، غادي ناخد شي بانيو فاش نخلط. نبداو نخلطوا العناصر كامله. جوج معالق ديال العسل الزمزمي او 2 معالق عسل حر او اي عسل يكون ماركه مزيانه. نزيدو كاس ديال الزبده مذوبه وكاس ديال الزيت، وحنا كنزيدو تدريجيا، ما نخويوش كلشي في مره واحده.
هنا ضفت كاس ديال الزبده ونخلطو حتى نحصلوا على لي تكستور اللي بغينا او القوام اللي بغينا. زدت كاس ديال الزيت من الزيت اللي قلينا فيه اللوز، ونخلطو. وهذا هو القوام اللي حصلت عليه. كيف ما كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه. كيجي رائع وكيجي زوين، معلك وبنين، ناجح 100%. المذاق ديالو كيدوب في الفم. وصفه ديال الجدات غزاله، جربوها ما غاديش تندموا عليها. كما العاده الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله. الى فيديو قادم ان شاء الله.